أهلا. طبعا يقول لكم نادي الاتحاد يبي موسى ديابي لاعب أستون فيلا الحالي، واللي كان يبيه النصر الموسم الماضي، وسبب ذلك يعني المبلغ 50 مليون راح النادي أستون فيلا وقعد معاهم موسم واحد. والحين نادي الاتحاد يفاوض عشان الكبير كريم بنزيما يبي اللاعب. بنزيما طالب موسى ديابي ونبيل فقير. نبيل فقير لاعب بيتيس، وفقير صراحة يبي يجي الخليج، ممكن الدوري الإماراتي، وممكن أنه هو موافق على الفكرة. بس أكيد نادي الاتحاد لو قدم بيجي نادي الاتحاد. أكيد أي لاعب يبي الحضور الجماهيري، يبي الاسم، يبي يشوف الدوري السعودي متطور، فأكيد الاتحاد لو قدم العرض بيروح النادي الاتحاد. في نبيل بيروح نادي الاتحاد مع موسى ديابي. طبعا بنزيما واضح يا جماعة الخير فكرته أبي ناس تساعدني عشان أنجح، فهذه الفكرة من الأسماء هذه تدري أن كريم بنزيما يحاول يجمع الفريق أو الأسماء اللي يحتاجه، فإذا احتاجه هو صراحة بينجح الاتحاد، لأن مستحيل لاعب كبير يختار أسماء وما ينجح، مستحيل، خذها قاعدة ذي. بس هل نادي الاتحاد يتفهم الأمر هذا ويعطي كريم بنزيما بعض الصلاحيات، بعض الأجانب اللي يحتاجهم مع المدرب اللي يحتاجه؟ فننتظر. أغلب صراحة أغلب الأسماء اللي اختارها كريم بنزيما من فرنسيين، يعني مدرب فرنسي، لاعب فرنسي زي كذا، فواضح أن اللاعب أو جزائري مثل حسام عوار، يبي الأسماء القريبة منه اللي تلعب عشانه بعد. فننتظر الأشياء الرسمية.